السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض شاورمة الفراخ، بجد طريقة سهلة وبسيطة وتتبيلة جميلة جدا وريحتها تلي بالبيت. وكمان هنعمل سندوتشات بشاورمة الفراخ. يلا نسمي الله ونقول المقادير. معنا فراخ متقطعة شرايح بالشكل ده واي كمية فراخ انت عايزاها، ومعنا فلفل الوان برضو متقطع شرايح، ومعنا بصل متقطع شرايح، ومعانا معلقة ونص زبادي. والبهارات بتاعتنا عبارة عن 7 بهارات وكمون وكزبرة وتوم باودر وبصل باودر وشطة وبابريكا وفلفل أسمر وملح، ولو عندك جوز الطيب حطي، و2 طماطم متقطعين بالشكل ده. وهنا هنجيب بولة وهننزل بالزبادي، وبعد كده هننزل بالتوابل بتاعتنا دي كلها، ومعلقة خل، وهنخلط كل ده مع بعض. وهنا بقى هروح نازلين بالفراخ علشان نتبلها كويس بالتتبيلة الحلوة دي. وبعد ما نتبلها كويس هنحطها في التلاجة ساعة ونص ساعة علشان تشرب معانا التتبيلة. وبعد كده هنجيب طاسة وهننزل بشوية زيت، واول ما الزيت يسخن معانا كويس هنروح نازلين بالفراخ. هنشوح كل ده طبعا في الزيت بالشكل ده، وطبعا اول ما تشرب المية بتاعتها هنروح نازلين بالبصل، تقلبتين كده كويس حلوين كده. وبعد كده هنروح نازلين بالفلفل الالوان. بجد مش قادرة اقول لكم الريحة عاملة ازاي في البيت. التوابل بتاعتنا ريحتها رهيبة، والله قلبة ريحة البيت. طبعا زي ما انتوا شايفين الفلفل معانا الالوان مدي شكل جميل جدا مغري بجد. وبعد كده هنروح نازلين في الاخر بالطماطم بتاعتنا، وخلاص كده استوت معانا بالشكل ده. وهنا كان عندي رقاق طري، قلت استغله واعمل بيه سندوتشات شاورما. جبنا رقاق بالشكل ده، هتحطي الكمية اللي انت حباها. ممكن تحطي اي حاجة انت عايزاها، عايز تحطي مايونيز، عايز تحطي كاتشب، تحطي بطاطس. انا هنا حطيت مايونيز بس. وبعد كده بتلفيها بالشكل ده، وكده خلاص جاهز معانا. هنفضل طبعا نعمل واحدة ورا واحدة لغاية لما نخلص الكمية بتاعتنا كلها. انا هنا بعمل كذا واحدة عشان اوريكي انا بلفها ازاي. وكده خلاص خلصنا كل الكمية بتاعتنا. وهنبدأ بقى نجيب الجريل بتاعنا نحطه على النار، هنحط فيه شوية زيت، واول ما يسخن معانا هنروح نازلين بسندوتشات الشاورما. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. وبعد كده هنبدأ بقى نحمرها من كل اتجاهات، شمال ويمين، لغاية لما تحمر معانا. كده خلاص خلصنا وبقت معانا بالشكل الجميل ده. وعملنا جنبيها شوية بطاطس، وعندك كاتشب وعندك تومية. وبجد جربيها، طريقة الشاورما دي هتعجبك جدا. واستنى رأيكم في الكومنتات. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. وما تنسيش تعملي لايك وشير وتفعلي القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.